طبعا من اللي ملاحظاه الفتره الاخيره ان الشغل بيجيب شغل. لما بكسل فانا بعمل ايس كوفي بقى بطريقه اسهل مما يمكن ان تتعامل بيها يعني. فقاعده بعمله عشان يرخص عليا الشغل، بقصقصه قد الحته المفروض الزقها وبقى ميات قصدي الاوايات. كثير من الفرش. المره دي هنعمل ايس كوفي مش قهوه، فانا بعمل ايس كوفي بقى بطريقه اسهل مما يمكن ان تتعامل بيها يعني. اوكي، مش لاقي المقص، فانا هفتحها بالشاليمو وبعد كده ننزلها ونصب ده كله هنا. انا بعشق جدا شهر 4 و5، دول الشهرين المفضلين عندي. ليه؟ جو ولا حر ولا سقعة والجو لذيذ. فاهمين؟ ربيع يعني. انا بعشق الربيع بصراحة، فبحضر له. عملنا اللبن وفي الخلاط بتعمل الفوم ده، لو قعد اكتر يعمل فوم اكتر، بس انا يعني خلاص بقى بس بحطه. بس محطش بقى ولا تلج ولا اي حاجه غير كده، بيطلع طعمه تحفه. بحط قهوه سريعه ذوبان، بحط 3 اكياس من صغيرين او 3 معالق بقى عشان بحب القهوه تكون تقيله، ورشه سكر قد النمنمه. ساعات بعمله من غير سكر، وساعات بحس ان عايزه رشه سكر صغيره بس كده. مبحطش تلج بقى لان التلج بيسيح ويعمل ميه فيخفف القوام، وانا بحب كده. شفتوا الالوان؟ تعالوا بقى نطلع فوق. الكورس هيكون على يعني هشغله على التابلت احسن من التليفون، عشان التليفون اصور بيه لو عايزه استخدمه في حاجه. مش عارفه الصوت كده حلو ولا لا، اركب المايك احسن يبقى الصوت اوضح ولا ايه؟ استنى. اللي تابعني من فتره هيكون عارف اكيد ان انا متخرجه من فنون جميله قسم جرافيك، وانا اصلا داخله الجامعه عشان ادخل قسم تصوير. كنت منتظره بصراحه الفرصه ان اتخرجت الحمد لله، مش يعني مش زعلانه عادي. كنت حاسه ساعتها ان جرافيك اكيد هستفاد منها اكتر، لان كنت ساعتها حاجه لسه معرفهاش، فيها مواد اكتر. انما التصوير انت حاجه ممكن تخرجي بره وخدت فيها كورس او اتعلمتها مع نفسك، مع الوقت تبقي كويسه فيها، مش لازم انت تتخصصي فيها في الجامعه وكده. فقلت زي الفل ودخلت جرافيك الحمد لله واتخرجت، واستفدت طبعا زي ما انا كنت متوقعه اكتر بكتير من كنت ادخل قسم تصوير بس. ف دكتور مراد درويش هو بيدي في فنون جميله علم الزمالك كمان في القسم الحر. فانا بصراحه كنت متابعاه على اليوتيوب، كنت منتظره الفرصه المناسبه عشان اخد معاه الكورس. من اول ما بدات البراند من سنه تقريبا، وانا بقالي كتير جدا جدا ما حسيتش كده فاهمين بالاحساس ده. انا كفيت نفسي بالكورس ده يعني. انا نعم مشغوله بحاجات تانية، بس حسيت ان انا لا، دلوقتي انا عايزه اخد الكورس ده كترفيه عن نفسي، عشان احس ان لسه موجوده. بس هنعمل التمرين اللي انتوا هتعملوه في الواجب اللي هو تكوين الالوان، وبعد كده هديكوا بقى فرصه للاسئله، ويبقى كده اليوم خلص ان شاء الله. نبعت الصوره دي عشان نتناقش فيها المره الجايه ان شاء الله. بعد ما نخلص بقى هنعمل ايه؟ بعد ما نصور هنجيب زيت وتربنتين بنسبه 1:1 ونقعد ندمج ما بين الدرجات دي عشان نجهزها كأرضية لما تنشف نرسم عليها مثلا في هنا سايبه المكوه بتسخن المفروض، فبتسخن قاعده بقى بقصقص الحاجات المفروض هلزقها بيها. ديت حاجه اسمها هبو. الهبو ده يعني في اماكن في الحاجات مش بتتخيط، فبنحتاج نلزقها، فبتتلزق بدي. في حاجه اسمها فازلين وفي حاجه اسمها شاش. ديت هبو. بصوا كده، بصوا هجيبها لكم من قريب. دي اسمها هبو، شايفين شكلها بقى كده حرفيا؟ دي بقى بتسيح جوه البتاع، بتسيح جوه الهدوم، فبتلزق القطعتين ببعض. هوريكم دلوقتي بس لما المكوه تسخن، المفروض تسخن الاول. فقاعده بعمله عشان يرخص عليا الشغل، بقصقصه قد الحته المفروض الزقها وبقى ميات قصدي الاوايات. وبشرب القهوه. حاجه كلها خلصانه. حاليا بقى بنعمل الحاجات الجديده، حاجات بنعملها ريستوك وحاجات لسه بنصنعها. بس المفروض بكره نعمل عينه جديده يعني، بديزاين جديد، متحمسه ليه قوي بصراحه. المفروض دي لحد ما تيجي لفوق نصها كده، وبيروح الزرار الاحمر ده مطفي. يا صباح الخير.
انا عايزه اصور بجد فلوج الاسبوع، ما صفصفش غير هما يومين 2 بس مش مشكله يعني، ادينا تصورنا اهم حاجه، لان الاسبوع بجد بيعدي وبس يعني بعيش الحياه وبنسى ان اصور يعني، وده طبيعي اعتقد. كنت بصور فيديو للبراند، ف هي كارثه ورايا محتاجه وقت تنضف، عشان انا كنت هقعد اتكلم معاكم قبل ما انضفها، بس يعني الشكل ما ينفعش بصراحه. انا قاعده ببص هنا عشان انا بشوف الفيديو بتاعي من هنا. خلينا ناخد نظره سريعه على الحاجات اللي لسه موجوده. في حاجات كتير خلصت وحاجات لسه متوقعين منها حاجه، يعني مثلا 4 5 دي من الحاجات اللي احنا عملناها وكانت عجباني قوي في الشتاء. ليه؟ لانها هي يعني تنفع حاجه رسميه، لان شبه البليزر من هنا كده ومن هنا بالفيونكه ومفتوحه، لبس تحتها برضو بيزك اسود او اي لون عادي تاني، وواسعه كلوش. طبعا اهم حاجه عندنا لازم نعمل حاجه واسعه. بس وكمها كده طبعا عامله كمها واسع، لان احنا في الشتاء كده كده بنلبس حاجات تحتها فقشطه يعني. في اللبس شكلها حلو جدا، بحس فاهمين لما تكون لابسين حاجه وعاملين كده تحسوا راسكم فوق كده ويعني كانكم حد مهم. هي بتديكوا نفس الاحساس بالظبط وانتوا لابسينها. بحبها قوي. مع بقى طبعا الكيمونو اللي انا دايما بلبسه وشفتوه عليا كتير، سهل وعملي وسريع كده مع في الشتاء خصوصا يعني. الحاجات الصيفي بقى منها اللي انا لابساه. لما باجي افكر في اي تصميم انا حاسه اني بنهج عشان عماله بتكلم من ساعتها وعماله بعمل كده يعني. المهم لما باجي افكر في اي تصميم بفكر عملي ولا هيتلبس فين وازاي وهحتاج نلبس ايه تحته وحوارات كده. فده من الحاجات اللي عاملاها اللي هي سريعه قوي في اللبس كده في الصيف، كمان عشان الوان فاتحه فمش بتحرر قوي فاهمين. فدي كده اول حاجه، خصوصا بقى البنات الصغننه اللي بيكونوا عايزين يلبسوا حاجه واسعه بس تبين في الاخر ان هم مش كبار في السن فاهمين. احنا عارفين الحاجات دي ساعات بجد لما بنلبس حاجه مثلا وهي مثلا 15 سنه تديلها اكبر من سنها. فالحاجات ديت بينك بقى والوان لذيذه مش اطفال يعني للبنات الصغيره. المهم انا ما بعتبرهاش صغيره عادي يعني. منهم برضو الدرس القط. ده القط ده بيتلبس تحته بقى اي حاجه على حسب احنا عايزين نلبس تحته ايه، وبس كده. هضفضف بقى ده كله عشان نقعد في مكان نضيف واوريكم الحاجه بجد اللي انا جبتها بقى امبارح من المكتبه. نزلت كده اخدت نفسي في ديت، شربنا قهوه وانا ونفسي يعني، وبعد كده رحت تسوقت. متحمسه جدا هوريكم الحاجات دي دلوقتي، بس نرضى بالامور الاول. كنت قاعده بشرب رايب بجد من ساعه ما جربته وريح لي معدتي قوي قوي. عشان انا عندي مشاكل في المعده لما باكل بقى حاجات عيش. فاحنا خارجين من رمضان والعيد طبعا كحك وبسكوت وشوكولاته والحاجات دي كلها. ف هعتمد الفتره الجايه يعني كل فتره اشرب منه، مريح قوي للمعده. الاول ما كنتش بحبه خالص ولا كنت بحب اشربه، بس لما جربته حبيته. عايزه اوريكم بقى اول حاجه كانفاس عشان نرسم عليه لوحه الرسم. دي بقى ورق مش عادي، ديت عباره عن بص استنى اوريكم. كانها قماشه يعني، الورقه نفسها كانها قماشه من الكانفاس ده، بالرسم بقى الزيتي والاكريليك وكده يعني. عايزه اوريكم ملمسها، نفس ملمس بالظبط، نفس ملمس بالظبط الورق القماش اللي هو ده. دي وفيها 10. ده حلو بقى الالوان الزيت وكده. تاني حاجه كثير من الفرش. جبت فرش كتير جدا لان طبعا استخداماتها كتير قوي، عشان هنشوف مع بعض هنعمل بيهم ايه. دي جايباها حرفيا عشان دي، بس عشان الصغيره اللي فيهم، لاني دورت عليها فرداني ما لقيتهاش. جايباهم طبعا دمرت البتاع، فجايباه دولت عشان دي تبقى لخلط الالوان مع بعض. هنشوف ده كله مع بعض. ففكرت بقى ان انا ده هستخدمهم لان انا بشيل الالوان من على الباليت، يعني نزحزح كده الالوان. هنشوفهم مع بعض برضه. لزقه عادي عشان نلزق الورق. دول الحاجات اللي بيكونوا مسؤولين عن خلط الالوان الزيت. استيكه فحم والوان. انا طبعا عندي الوان زيت، بس جبت دولت عشان ما كانوش عندي درجات معينه. دي بقى انا كنت مفكراها يا جماعه والله نفس الشكل بالظبط، فانا جبتها وما قراتش اللي تحت، قرات ان هي بلو بس ما قراتش ان هي اكريليك. اكتشفت امتى بقى ان هي اكريليك وانا بقرا الفاتوره، قلت اكريليك مش جايبه اكريليك. جيت ابص لقيتها اكريليك، بس ما تضرش يعني احطهم مع الوان الاكريليك اللي عندي، بس انا كنت عايزه بلو يعني. ودي اخر حاجه حلوه برضو لذيذه. دي كلها بتعبى ميه وتبقى بقى في الوان الميه كده ونعملها على طول.
هنبقى نشوف مع بعض، ده كله هنشوف مع بعض متقلقوش. لو حد مش فاهم حاجه دول بتوع ايه هنشوفه مع بعض. يعني انا مبسوطه جدا 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 بيها، كاني لسه طفله صغنونه راح تجيب حاجات تلون بيها. مبسوطه قوي بصراحه. فالحمد لله الحمد لله، دي نعمه كبيره جدا. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. بص، جبت بقى اخر حاجه جبتها امبارح برضو وانا جايه، هي الفيتامينات دي. انا عمري في حياتي ما خدت فيتامينات، يعني انا ما باخدش في العادي فيتامينات، دي اول مره اجيب حرفيا فيها فيتامينات. ولكن اخر فتره ملاحظه ان انا طاقتي هامده شويه، يعني ان انا عايزه اقوم اشتغل واعمل وكده، بس تقيله شويه كده، ومش مش قادره، بس مش تعبانه، يعني انا مفيش حاجه وجعاني، مفيش تعب معين، بس مش قادره. عايزه، ومش كسل ولا تسويف، فاهمين كده. ف فانا عارفه ان ده بيكون قرات ابتكار قبل كده، يعني ده بيكون سبب نقص فيتامين د. ده طبيعي لاني مش بتعرض للشمس ابدا، مع ان الشمس طبعا سطع عندنا على طول، بس انا الشمس وداخلين على الصيف صعب. طبعا كنا في الشتاء ما كانش في شمس كتير، حوارات كده. المهم يعني ان احنا اغلبنا اكترنا مش بتعرض للشمس كتير، فبتكون محتاج تاخد فيتامين د. ده بقى لقيت ده، انا عارفه من زمان مامتي بتاخده، فده فيه فيتامين ده فيه فيتامين د، اللي هو فيتامين د 3. كنت سامعه ان ده اهم فيتامين، اللي هو التلاتة، فيتامين د 3. وطبعا في الاوميجا 3، فالاثنين دولت حلوين جدا. بيتاخد امتى بقى؟ بيتاخد بعد الغداء، يكون اكله فيها بروتين كويس، عشان البروتين بيساعدوا على الامتصاص. آه يعني انا هجربه لاول مره واشوف. دي كانت عدة الالوان اللي عندي كنت بستخدمها الفتره الاخيره، منها برضو ديت اهوت بس دي بركه غير دي، انا اول مره بقى اجرب دي، فعلا بتطلع كويس. بس هنضم وقت من دولت كده كلهم مره واحده، نشيل دول. او استنى هجيب حاجه احسن. لقيت عندي ده، كنت حاطه فيه هدوم يعني، فمش مشكله، شلته اللي موجود فيه واحط فيه الالوان ديت عشان حاسه هتبقى احسن. المهم اللي ملاحظاه الفتره الاخيره، او مش ملاحظاه يعني، انا عارفه ان ده حقيقه، ان الشغل بيجيب شغل. لما بكسل، يعني الفتره اللي بعد رمضان والعيد، طبعا الانسان بيكون ما خارج من اجازه وما بيشتغلش، مش زي العاده، يعني روتين مختلف تماما، فمتعود على الراحه اكتر. فلو الانسان ما خدش نفسه بقى يقوم يشتغل، انا حرفيا يعني بلاقي صعوبه عشان اقوم اعمل حاجه الفتره دي. ليه؟ لان اتعودت ان انا مريحه شويه، فمحتاجه ارجع اشد حيلي تاني. ف ارجع الحمد لله. اعرفوا دايما كده ان الشغل بيجيب شغل، والراحه بتجيب راحه. لو انت معود نفسك على الشغل هتشتغل، لو معود نفسك على الراحه هتريح. المهم ان لسه مكمل فيديو لحد دلوقتي. شطورين، يعرفوني عاملين ايه الاخبار. والناس اللي في ثانويه عامه، انا قلبي معاكم والله العظيم، انا حاسه بيكم بنات كتير جدا وشباب بيكلموني ان هو في ثانويه عامه وكده. ان شاء الله اعرف اعمل لكم فيديو خصوص ثانويه عامه، يعني بس يكون الكلام عنه لوحده، ويا رب يفيدكم ان شاء الله. بس يعني ايه، ربنا معاكم الفتره ديت، عارفه ان هي فتره صعبه، مش عارفه اقول متوترين. بس ان شاء الله تعدي على خير. وخلي عندكم بجد ثقه في ربنا جدا، وده يعني ده احسن وقت تقربوا فيه قوي قوي من ربنا. شفت فيديو امبارح لبنت بتقول حاجه حلوه قوي، عايزه اشاركها معاكم برضو. ان احنا عباره عن حاجتين، يعني احنا عباره عن نفس وروح. الروح دي ربنا هو اللي خلقها، والنفس ربنا اللي خلقها تمثيل. الروح هي بتاعت ربنا مش ملكنا، عشان احنا لما بنموت روحنا اللي بتروح لربنا مش جسمنا، جسمنا بيتحلل. روحنا ربنا اداها لنا امانه عندنا. الفكره كلها ان روحنا محتاجه تكون على اتصال مع ربنا عشان تبقى مرتاحه. وده ممكن نلاحظه كتير جدا، ان احنا الفترة اللي بنكون بجد فيها قريبين من ربنا وروحنا قريبة منه وبنصلي وفينا كده، يعني لما بجد الانسان الفترة اللي بيكون في قريب من ربنا بيبقى جواه هداية كده ما تتوصفش. فليه؟ لان هي روحنا مش بتاعتنا، هي روحنا حاجة ملك ربنا مش ملكنا احنا. فالروح دي عشان تفضل كويسه لازم تكون دايما متصله مع اللي خلقها، عشان تفضل كويسه متصله بايه؟ بالصلوات، بالقران، بكل حاجه ربنا قال لنا ان احنا نعملها عشان نفضل متصلين بيه. فالفتره دي قربوا جدا من ربنا، وصلوا كل الصلوات، وزيد عن الصلوات صلوات السنن والنوافل، قيام ليل قيام ليل قيام ليل قيام ليل. بجد قربوا قوي من ربنا الفتره دي، هتفرق في نفسيتكم، يعني هتخليكم مرتاحين او حاسين كده. هقولكوا تاني وتالت ورابع، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، ما تخافوش من النتيجة، اعملوا اللي عليكم دلوقتي
والنتيجة دي بتاعت ربنا. هتبقى بقى زي ما تبقى وتيجي زي ما تيجي. مفيش حاجة اسمها ان انا لو ما دخلتش كل اللي انا عايزة خلاص حياتي انتهت ومش عارفة ايه. ربنا حط الخطة بتاعتنا. اقول لكم حاجة، انا انسانة سيئة جدا في ان انا اوصل الحاجة اللي انا عايزاها. يعني مش بعرف، يعني اتحسنت كتير عن الاول كتير جدا من طبعا تصوير فيديوهات وكده والكلام. اتحسنت عن الاول بكتير جدا، وده كان هدفي الاولاني من اليوتيوب هنا، ان انا اكون احسن في الكلام. اسمها ايه دي؟ حاجة غسل كنت حاطة فيها زرع. طيب ماشي، هنخلص ونص. سلام. وخدوا بالكم من صحتكم، اهم حاجة.